دكتور إبراهيم أبو طالب، عضو جمع حركة حماية المال العام. برحب بحضرتك يا فندم معانا في دلتا مصر. اليوم الرؤية ونفس التصور حول والله يعني مش اختلاف كتير، لكن هو أنا عايز بس يعني نبتدي نحط النقط على الحروف. اتفضل. يعني إيه عضو مجلس الشعب؟ وإيه دوره؟ وإزاي يجي من بين الجماهير علشان نعرف الأول ده دوره إيه ويجي إزاي؟ الناس حتى تبقى من البرنامج بتاع حضرتك ده المميز، الناس تعرف يعني ايه عضو مجلس الشعب. عضو مجلس الشعب مش مفروض يعمل الحاجات اللي قال عليها ساعات رئيس التحرير في السنوات اللي فاتت كان بيعمل كده، لكن المفروض انه بيراقب ويشرع. ده دوره الاساسي والمهم جدا. النائب الخدمي لما تروحي لمحافظة الغربية مثلا والنواب كلها ال20 او ال23 نائب يروحوا له يقولوا له عاوزين نسفل دي ونردم المصرف ده وندي المدرسه دي، كلهم بيشكلوا على كعكه محدوده. هو بيقول لهم انا عندي 50 مليون للمحافظه، اعمل لكم ايه وانتوا 8 مراكز؟ ما انتوا ايديكم في اللعبه وعارفين والى اخره. يبقى هم المفروض ما يشتغلوش هنا، ده مش شغلهم، ده شغل المحليات. هو شغله في مجلس الشعب يراقب ويشرع. يعني ايه يراقب؟ يراقب الفساد ويراقب مؤسسات ووزارات الدوله، يشوف الفلوس فين، يشوف يجيب وزاره البترول، انت عندك كم متر مكعب غاز، عندك كم برميل بترول، عينت كم واحد في السنوات الاخيره، المرفق ده بيصرف كام، المعاهدات اللي انت عملتها قد ايه، ويبتدي يحاسبه يقول له لا كده مش مظبوط، لغايه رئاسه الجمهوريه يبتدي يشوفهم بياكلوا بكام وبيشربوا بكام، ويبتدي يحوش الهدر اللي بيحصل في مؤسسات ووزارات الدوله، الهدر ده كله يلمه علشان ينزل على المحافظات والقرى والناس تبتدي تشتغل. يبقى هو الراجل بيراقب كل الوزارات، ده دوره. بتنزل المفروض التقارير كلها بتاع الجهاز المركزي المحاسبات وكل جهات الرقابه في مصر تتعرض على نائب الشعب اللي هو جاي من الشعب اللي هم وثقوا فيه واختاروه. علشان كده احنا بنقول لازم تختاره بآلية بقى، لازم تجيبه. مش هو ده، مش معنى ان هو معاه فلوس انك انت تعمله نائب، لا، مش معنى ان هو بيجري ونشيط وله علاقات ان احنا نجيبه نائب، لا، ده الكلام ده مش تمام خالص. احنا عايزين نكون اكثر تخصصا، يعني نروح لمشروع القانون ونناقشه. هو يعني هو القانون هقول لحضرتك بقى، يعني مربط الفرس انه ايه انتخاب. يعني معناه ايه الانتخاب؟ معناه انه مجموعه من الناس بتنتخب احد الناس اللي بيعرفوهم علشان يمثلهم، مش كده ولا ايه؟ اذا من ابسط القواعد وابسط شيء خالص انهم يكونوا يعرفوه، لازم يكونوا يعرفوه ويتواصلوا معاه ويسمعوه ويشوفوا فكره. انما لما انا اجي اعمل ده قوايم، 4 قوايم على مستوى الجمهوريه، قايمه القاهره بتشمل القاهره والقليوبيه والمنوفيه والغربيه والدقهليه وكفر الشيخ، 6 محافظات، يعني من حلوان لغايه بلطيم ولغايه قناه السويس كده، وانت ماشيه كده لغايه مسافه طويله جدا. عمر ما حد هيعرف حد من هذه القائمه. يبقى احنا جايين تبصمونا على ال 45 نائب. هو يا فندم يعني العرف عندنا ان احنا اعتدنا دايما الشعب واخد ان هو عارف النائب الفردي ما لوش علاقه خالص بالاحزاب السياسيه. انا بقول ان الدوله مديه كادو مثلا، هديه كده للاحزاب السياسيه، كده المواطن العادي ما لوش علاقه بيهم، ما يعرفهمش وما بيتواصلش معاهم يعني. للاسف ال 120 مقعد دول مش هيبقوا معبرين نهائيا عن الشارع ولا عن الجمهور. يعني انا اسف جدا اقول لك انه المقاعد تقسم على موائد اللئام. انا اسف جدا اقول لك ان اي شاب هيدخل مطلوب منه نص مليون جنيه يحطهم في القايمه دي. اي شاب هيدخل ويسالي، واي رجل اعمال يقول انا عاوز بنت تدخل وادي 1.5 مليون. يعني احنا عندنا ناس من بتاعت زمان. لا، ده في القائمه. انا اسف جدا اقول لك ان ده في القائمه بتفصل. وانا يعني بلفت نظر القياده السياسيه انها تتدخل، ولازم تتدخل وتشوف مين اللي بيعمل القوايم والتحالفات اللي بتحصل دي، والفلوس دي ازاي كده بتندفع زي ما كنا بنعمل زمان، والمجامع الانتخابي والناس تحط فلوس بالارقام دي. يعني الشاب المميز، الشاب اللي فاهم ونشيط يخش ازاي؟ يجيب نص مليون جنيه منين وهو مش لاقي يتجوز ولا لاقي يتحرك؟ طبعا الآلية دي انا ضدها على طول الخط، ان انا اعمل قايمه 45 وامسك من الجيزه للاسوان ومعاهم البحر الاحمر والوادي الجديد. ده الكلام ده انا اسف جدا اقول لك انه التقسيمه دي ضد الدستور. ازاي ضد الدستور؟ انا بقول لحضرتك دي تكافؤ الفرص مش موجود. هو المشرع يعني كل حاجه عشان اقول لحضرتك اولا الفردي فيه دوائر فيها فرد واحد، وفي دوائر فيها فردين، وفي دوائر فيها 3 افراد. لو انت شايف كده عدد السكان اعتقد يعني لا، عدد السكان. اذا انا مواطن بخاطب في دايرتي 130,000 واحد.
غير ما اروح اخاطب 400,000 واحد او 450,000 واحد. مطلوب مني ان انا امشي مشوار طويل جدا واعمل يفط كبيره جدا واعمل مؤتمرات ضخمه جدا، وده هدر للاموال. يبقى اصحاب الاموال هم اللي هيتحكموا في الانتخابات القادمه. اصحاب الاموال في الدوائر الواسعه هي للطيارات واصحاب الاموال، ده شيء بديهي ومعروف. الانتخاب هو لازم يكون الناس عارفاها، عشان كده احنا اوصينا مجلس الشعب عندنا علشان حضرتك تبقى عارفه 567 نائب. الهند اللي هي عدد سكانها 1.5 مليون، برلمانها 500 واحد. 1.5 مليون، مليار ونص، انا اسف، 1.5 مليار، برلمانها 500. احنا عندنا مجلس الشعب مقاعده 380 مقعد، هتحط فيهم 572 ازاي؟ لما ابان حكم الاخوان وكانوا 517 قالوا السمين ما يجيش لان ما فيش مكان، وكانوا بيحطوا كراسي في الطرق. طب انا جاي لي معوقين دلوقتي، هيقعدوا فين ويطلعوا ازاي ويجوا ازاي؟ احنا عاوزين شويه عقول، شويه مخاخ تنتقى بعنايه من بين الناس، وفي آلية توصلهم للناس والناس تعرف تختارهم، والاعلام طول الوقت يفهمهم انه مش كون انه معاه فلوس ان هو يستحق انه يبقى عضو مجلس الشعب، مش كون انه معاه فلوس ويجيب لك يعني يجي العرايس مثلا يكسي العرايس او يجيب لهم جهاز ان ده احق ان هو يبقى عضو مجلس الشعب. ده دولة عاوزة تمشي. هو يكسي العرايس وما ينتخبوهوش يعني. احنا عاوزينكم تشتغلوا على كده، يعني وعوا الناس يعني بالقضية دي مهمة جدا جدا جدا. وهو يعني مش هنوصل للكمال الكامل في وقت قريب، يعني احنا واخدين التجارب كده، لكن احنا مش عاوزين نلف ونرجع، مش عاوزين نبقى في دائرة مغلقة، نعمل تجارب ناجحة مرة واحدة وناخد رأي الناس اللي بتفهم في الشغل. تمام. حضرتك الانتقادات اللي احنا عمالين نتكلم فيها دي ومنها انها ما فيش تمثيل للناخب، يعني تمثيل كويس للناخبين داخل البرلمان بقانون تقسيم إداري، هل ممكن يعرض يعني القانون للطعن والبرلمان للحل ونعيده من اول تاني؟ انا اسف جدا لو ده حصل، واحنا دولة فقيرة وبنحرص على كل مليم انه يتحط في مكانه الطبيعي، لان الانتخابات دي هتصرف لها 1.5 مليار على الاقل، غير اللي بيتكلفوه القطاع الخاص او المرشحين نفسهم. اللي انا عايز اقوله ان احنا بعد الثورات اللي احنا قمنا بيها، خلي بالك الشباب المصري بقى ذكي قوي، وانا مبسوط ان القناه بتاعكم بالحقيقه بتفتح صدرها وعندها ديمقراطيه يعني شديده، وانا لاحظت كده، وده المفروض يبقى موجود. المفروض ان احنا نبقى يعني صرحاء اكتر مع الشارع وننقل نبض الشارع، وده يعني شيء انا مبسوط بيه في قناه الدلتا. شكرا حضرتك يا دكتور. الحقيقه الشباب كان برضو بيحلم يعني بوضع يعني احسن من كده. لا زالت الدوله العميقه فيها ناس كتير موجوده، احنا شايفين اسامي نازله على الساحه مش ناقص حد، مش ناقص حد الا اللي مات، يعني اسامي نازله تخض. الناس بتقول لك هل الناس دي واخده يعني ضوء اخضر انها تنزل بهذا الحجم وهذا الشكل؟ يعني كله في كل الجمهوريه، كل الناس اللي صرنا عليها طالعه مره ثانيه وبالشكل ده؟ انا لا اعتقد ابدا. وللاسف في هذا الاتجاه دكتور عمرو هاشم اللي هو خبير الاستراتيجي في مركز الاهرام قال تصريح يعني خطير شويه، قال ان تقسيم الدوائر بالشكل الحالي بيقضي قضاء نهائيا على الاخوان، ولكن المستفيد او اصحاب النفوذ لا اعضاء، قالها بالنص، اعضاء الحزب الوطني ان شاء الله مش هيستفيدوا. ان شاء الله مش هيستفيدوا. وانا يعني انا ليا وجهه نظر الحقيقه. طبعا. احنا طالما احنا عندنا قانون وعندنا دستور وعندنا اليات الترشح، احنا المفروض ما نبقاش اوصياء على حد. طالما انت حضرتك وانا والدكتور واي حد من اللي بيسمعنا عنده قدره على الترشح ينزل ويورينا نفسه. طالما احنا الفقير والجاهل لا طالما احنا ارتضينا، طالما احنا ارتضينا بحكم الصندوق وبالديمقراطيه وان انا هطلع اصوت، انت لا، المواطن عارف بيقول لك انا هاخد زيتهم. انا عايز اقول لحضرتك انه الناس دي قعدت 30 سنه، حصل ولا ما حصلش؟ في دوائر مقفوله 20 سنه على عيله واحده وعلى ناس واحده. لكن انا بقول لك ايه، يقول لك الكرسي بتاعنا، يعني انت ازاي تتعدى علينا؟ الحل ايه طيب؟ يعني الحل ايه؟ ما انا بقول لحضرتك يعني هتعمل ايه اكتر من 30 سنه؟ ما احنا جربنا بقى، ما احنا جربناه كتير. هتصلح اللي بوظته ولا عندك حاجه جديده هتعملها؟ هيكمل اللي بوظه. لا طب مش هينفع، يعني هو مش هينفع. احنا كده بنثير الناس ونستفزهم، وانا عايز الدوله تتبرأ من انها تساند هؤلاء. لازم هي الدوله تبرأت اكثر من مره، لكن انا بقول لحضرتك يعني هو الرئيس قالها صراحه، حتى المؤتمر اللي عمله السفير محمد ربي من يومين برضو قال لا عوده للوراء، يعني اعضاء الحزب الوطني ماشيين، هو كل المشكله في انهم يمشوا يعني. ما انا عايز اقول لحضرتك يعني هو احنا بنحلم بمصر الجديده. انا في برنامج هنا في هذه القناه قلت احنا قبل ماليزيا بزمان وقبل كوريا بكتير.
احنا اصحاب حضاره بقى لها 7000 سنه زي ما بيقولوا، يهال عليها التراب. احنا عاوزين نرفضه وبسرعه، لان الوقت داهمنا، الوقت خلاص. احنا بنحلم بالاستثمار. الاستثمار في مصر عمره ما هيتم ابدا الا اذا جهاز 7 مليون موظف دول اتعمل لهم آلية. القوانين دي كلها عاوزه تتسف، اكتر من 50-60 الف قانون في مصر بيحكموا مصر، كلهم فيهم لوائح وثغرات بنشتغل عليهم، والمحليات دي كلها بتشتغل عليهم. وتلاقي الادوار 14 دور في شارع 6 متر وما بيجرالوش حاجه، وتلاقي 6 متر في الشارع التاني بيتهدلوا. يبقى احنا في فساد واضح، يبقى لازم في قانون واضح يطلع للطرق، يطلع للمحليات، يطلع لكل شيء. الاجهزه الرقابيه دورها اعتقد في الموضوع ده لازم يفعل، لكن برضو عايزه اعود. ما انا بقول لحضرتك اللي هيعمل القوانين دي مين؟ اللي هيعمل القوانين دي مين؟ مجلس الشعب. يبقى لازم يكون حد في مجلس الشعب ما فيش على راسه بطحه، ولا حد شاله دخله، ولا لازم يجي على سنه الرماح، والناس تكون مختاراه وفاهمه وقرت وشه وافكاره وتدخله البرلمان مش خايف من حاجه، ما فيش حاجه قلقاه، مش قلقان من حاجه. ده داخل نائب عن الشعب، من حقه ان هو يراقب ويشرع. احنا كنا بنشوفهم يجروا طول النهار بورق عشان يمضي الوزير، هو مش المفروض يمضي الوزير، ده المفروض يحاسب الوزير. ازاي انت تجري تمضيه على طلب خاص طول النهار؟ النواب دايره تلف في القاعات قدام الوزير. ده شيء عكس ما نتبناه وعكس ما انشئ مجلس الشعب من اجله. مجلس الشعب ده اقوى، المفروض يبقى اقوى حاجه في المكان، هو مش المفروض يبقى ضد الرئيس ولا مع الرئيس. ده جهاز رقابي تشريعي بيقوم المجالات. انت عارفه ان دايما القوتين المتضادتين انت مش، ما فيش حد يعرف يخبي حاجه. اما تكون الاجهزه كلها شفافه ما فيش حد، كل الناس هتخاف، كل وزير هيخاف. انما اجيب مجلس شعب بنفس الاشكال دي اللي فاتت اللي كانت بتلف وتمضي، يبقى مع الاسف احنا ما عملناش حاجه. وعوا الناس، الاعلام انا يعني عاوز حضرتك وكل القنوات انها توعي الناس انها تسيبها بقى من حته انه يردم مصرف ولا يسفل طريق، ده حقهم ولازم ياخدوه. والنائب اللي جاي يبقى واخد باله من المحافظ بتاعه، رئيس المدينه بتاعه، مأمور القسم بتاعه، بتوع التموين، يبقى الخدمه تتم لكل الجمهور، مش يجينا طلعوا من الاسم زي ما الاستاذ عاطف قال. لا ده مش شغلي، انا مش هخدم واحد بيعرف يوصل لي واحد تاني، لا ده انا بخدم الناس كلها من اقصى لاقصى الدوائر زي ما حضرتك بتشوف. فبالتالي انا اجي اظبط كل المسؤولين اللي موجودين هنا عشان يدوا الخدمه للناس تحت مظبوطه. ده شغلي كعضو مجلس شعب، ده شغله لازم يعمل كده. لكن ان هو ينزل لخدمات زي دي يبقى احنا بتاع محليات، يبقى احنا نلغي مجلس الشعب ونوفر فلوس. مشروع القانون خلاص عند رئيس الجمهوريه، يعني هيمضي غالبا غالبا الامور هتمشي كده. لكن احنا بقى كان يعني بودنا ان الشباب لا يحبط وما يركنش زي ما بيحصل في كل الثورات. هم بيقوموا بالثوره وبيركنوا، وقلنا الكلام ده من المكان ده. انا مش عاوزه يركن، هو صاحب الشأن، المستقبل بتاعه يسقط وينجح ويبقى عنده حضور ويساعد الرئيس. لان الناس اللي الرئيس لما كان في حملته الشباب اللي كانوا موجودين كان بيقولوا له بتوع الناس دي هي اللي طالعه وبتأيدك في القرى والاخر. قال لا، ما حدش له حاجه عندي، ما حدش له جميل عندي، وما حدش ينتظر مقابل. ده حصل من الرئيس السيسي، ودي كان شيء جميل نتمنى ان احنا نشوفه على الارض، ونشوف تصريحات قويه جدا بان احنا لسنا يعني مع هذا التوجه. لان احنا كده انا مش عايز الشباب يحبط مره تانية، انا عايزه يتحرك ويبتدي يسقط وينجح ويوصل لمجلس الشعب الفقير، الشاب القوي الفقير اللي يعرف يوصل لمجلس الشعب ويستهلك كل الاموال اللي الناس دي، يعني الناس دي يعني ما اعرفش اما حد يطلع 10 مليون جنيه عشان يصرفهم في دايره، ليه بتاع ايه؟ ده حق 20 فدان من اقصى الاراضي الزراعيه، وهو مهدد ان هو يتحل بعد 6 شهور ويدخل تاني يصرف 10 مليون. منين الفلوس دي جت منين؟ وازاي بهذا الشكل تتحط مقابل ايه؟ انا يعني انا مستاء جدا من الوضع، وانا نفسي انه اشوف مجلس الشعب منور كده باولاده الفقراء النابهين. ربنا يسهل ان شاء الله ويبقى بهذا الشكل ان شاء الله باذن الله تعالى. هو الوقت للاسف يعني خلاص اوشك على الانتهاء.